مايكو هانيين كلشي مزيان. تونا نسافروا ان شاء الله لتطوان ونشوف هاد العواش نباركوا العيد العائله، وبغيت نشارك معكم هاد الجوله. ان شاء الله الجوله هذه غنبداوها من الريصانه حتى لتطوان، بقاو معنا. المهم نشوفوا الطريق، نشوفوا الاجواء، تشوفوا المناظر ديال تطوان. الا كانت شي بلاصه زوينه راه غنوقفوا فيها نصوروا لكم. نتمنوا تبقاو معنا في الفيديو من الاول حتى الاخر، واللي اول مره يشوف فيديو ديالنا ما ينساش انه يدير الاشتراك ويدير ديك الجر ديال الجرس عاود باش يوصلوا الجديد ان شاء الله، وشي جيم وشي كومونتير علاش لا. بقاو معايا وعيشوا معايا لحظه بلحظه ان شاء الله حتى الاخر دقيقه في الفيديو. انت عاجبني نديرو فيديو هذا دقيق ناقص كاع. بالنسبه للغابه ديالنا في الفيلا، فهمتي؟ اللي بغى يجي يدير شي جليسه معنا هنايا مرحبا. راه ما يمكنش تكون دايز للشمال بالاخص تطوان وما دوزش على هاد صحاب النادال وصحاب هاد كيسان هكايا فيهم ديك الزليج المغربي. بالنسبه لديك المنادل كيطراو واحد الثمن ديالهم من بين 70 درهم حتى ل 120 درهم على حسب الكاليتي. تواجدوا صعيب الحسن في الطريق ديال تطوان، كتبقى لتطوان واحد 10 كيلومتر هكايا. ايوا حنا نشدوا الطريق الاخوان. تطوان وهاك طرقراتو وما تنساوش الاخوان عطيونا رايكم في الجلابه المغربيه وكذا، والحطه البلديه التقليديه كي جات. ايوا كومونطيو علينا وقولوا لنا كيف جاتنا اخوتي، واش كيجي معنا البلدي ولا والو. حنا شادين الطريق دابا قراب للمحطه ديال المحطه الطرقيه ديال تطوان. بالنسبه لي اللي كيعجبني في تطوان هي النقاوه اللي فيها. تطوان من بين المدن المغربيه اللي كتمتاز بالنقاوه في الشوارع ديالها. المناظر ما نهضروش عليها، كاين شي مناظر خلابه في الدخله ديال تطوان. ابار الا طلعتي لشي جبوله جاو مع يعني مع الشباب ديالهم. هادي على اليمين، هاد الطريق اللي كتمشي على اليمين هي نلقاوها هنايا، هادي هي اللي كدير المرتيلان. هادي مختصره وطريق بزاف وكذا. هو المطار ديال تطوان، ها هو السوق ديالو. هاد الطريق الا مشيتي فيها كتخرجك في لوطوروت كديك كاستيافو سبتة ايش، وحنا غندخلو على ماكدو. لا الدخله هادي دخلنا على ماكدو. الناس اللي ما عمرهم وصلوا المطار ديال تطوان، هذه هي الدخله ديالو. يوم من مور الغدا ضروري شي قهيوه، لهذا بقاو معايا نديكم واحد القهيوه واعره بزاف. قهيوه شماليه 100%، عرفتي ولا شتبان لكم من هنايا. كنت ديجا جلست فيها واحد المره عجباتني صراحه. بالنسبه للقهيوه هي هادي، عندها ديك الباراسولات على شكل الشاشيه، كليسه فيها واعره صراحه. ضربوا فيها شي نوار
ايوا كيف جاتكم القهوه الاخوه؟ كيف جاكم الستايل ديالها؟ ستايل شمالي جبل. دابا غنتسناو القهوه ونشوفوها واش هي تستاهل هاد الجليسه ولا لا. فهمتي؟ القهوه كما كتعرفوا ها هي قدامكم نورمال زيرو سكر، قهوه ناضيه تبارك الله ما شاء الله عليها. حتى الثمن يعني ما عندهمش شي ثمن، يعني شي ثمن اللي طالع. طبعا نديرو معكم واحد الجوله ليليه، نشوفوا عاوتاني تطوان بالليل من بعد ما ريحنا مع العائله وارتحنا شويه. كنا نخرجوا نديرو شي دوره في المدينه وحاجنا نخرجوا بالليل. المهم بقاو معانا نشوفوا البلايص اللي زوينين. بالنسبه لهذا معهد سيرفانتيس الاسباني معروف في تطوان، كيتعلموا فيه اللغه الاسبانيه وبعض الثقافات الاسبانيه. ايوا هذا راه مول سيرفانتيس بيدو ماشي عندي مشكل ديالو. حيتونا شادين الطريق بحالنا للعرايش. احنا دابا في الخارجه ديال تطوان، طالعنا الناس عايشين الحياه زوميلي الطوموبيله هاربه، زوميلي على البشر. كان معاكم اخوكم تينا. الاخوان نزيدو شي حاجه د الرحله الرويض. شويه الرويض عندي كينقصو، الرويضه ديال اللي في الجهه ديالي كتنقص شويه. البارح كانت طايحه، نشوفوا الرويضات كامله ونجسروا على الله. الجبال فيهم الضبابه من الفوقيات. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو الاخوان، ونهاية هاد الجولة في مدينة تطوان. انا نوقفو نشربو شي قهيوة ونيسرو. ما تنساوناش لايك وشي كومونتير.